ليه فراخ التسمين بقت كبيرة كده؟ الحقيقة اللي محدش قالها لك. أنا مهندس سيد عيسى وجاي أفيدك في مجال الدواجن. عزيزي المستهلك، لو فاكر إن الفراخ الكبيرة دي محقونة هرمونات، خليني أقول لك الحقيقة العلمية ببساطة. الفراخ اللي بنشوف وزنها كبير النهاردة مش نتيجة هرمونات ولا حقن ولا لعب في الأكل. السبب الحقيقي اسمه الانتخاب الوراثي. على مدار أكتر من 50 سنة ونتيجة الطلب المتزايد على لحوم الدواجن واللي بتعتبر من أهم مصادر البروتين للإنسان، العلماء اشتغلوا على عملية التهجين والانتخاب الوراثي علشان يختاروا أفضل طيور بتدي أسرع نمو بأحسن معدل تحويل وبأقل كمية علف في أقصر مدة. وفضلوا يكرروا انتخاب السلالات جيل بعد جيل، وكانت النتيجة بعد ما كانت الفراخ زمان محتاجة أكتر من 70 يوم علشان توصل لوزن من 2.5 كيلو ل 3 كيلو، الفراخ دلوقتي بتوصل لنفس الوزن خلال 35 ل 40 يوم باستهلاك علف أقل وكفاءة إنتاج أعلى. وعلشان ننهي الجدل ده، علميا كده الهرمونات غالية جدا، جرعتها أغلى من الفرخة نفسها، ده غير إن ملهاش أي فعالية في الطيور لو اتخذت عن طريق العلف، لأن هرمون النمو عبارة عن هرمون بروتيني هيتكسر بمجرد دخوله للجهاز الهضمي للفرخ، والمربي مش هيقعد يحقن الفراخ واحدة واحدة. كلام غير منطقي وغير علمي. وفي النهاية بحب أوضح لك إن حجم فراخ التسمين مش سببه هرمونات، سببه علم وانتخاب وراثي وتغذية مدروسة زي أي تطور حصل في المجال الزراعي والحيواني عبر السنين. استنوني في حلقة جديدة من سلسلة صناعة الدواجن، تابعني عشان تتعلم أكتر وتعرف خبايا وأسرار الصناعة.